الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز لكرة السلة، ويسعدنا ان يكون معنا دكتور مجدي ابو شريخه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة وعضو الادارة. دكتور مجدي بنرحب بحضرتك. اسمها الأسرة والطفل. مباراة متكافئة ومباراة جيدة. أسوأ في المباراة عدم وجود جمهور. والله هو عدم وجود الجماهير دي بسبب الجماهير نفسها. احنا بنبقى حاسين جدا الملعب زي ما انت شايف فاضي. اللي احنا شايفين بالماتش بالمنظر ده بالجماهير بيبقى حاجة تانية طبعا خالص، ولكن الجماهير هي اللي بتخلينا نعمل كده او بنمنعها او كده. لازم الجماهير بقى تبقى واعيه يعني انا اعتقد ان جماهير الاهلي ثوابت الدرس، وانا سامع ان هم قعدوا مع الفني وعدوهم بعدم تكرار الاحداث اللي كانوا عملوها. ارجو احمد هيتصل في نفس الوضع يقعدوا يفهموا يعني ايه يساعدوا الفرقه، مش يبقوا معاقين للفرقه بتاعتهم. لقيتي موبايلك؟ حتى لو لقيتي انتظار خليك مسر معاه. الزمالك في لحد اخر يعني الشوط المتقدم الشوط الاول جينا في الكوارتر الثاني يخطف يعني عادي يعني ولا اخر الشوط الثاني. لحد دلوقتي شايفين لو الاهلي اللي خطف التقدم 40-39 لصالح الاهلي، الماتش كله كده هنا بونت هنا 3 بونت هنا 3 بونت هنا، الماتش كله ولحد الاخر اعتقد هيفضل يجيب معلق لحد اخر ثانيه. ودي متعه كره السله. انا يعني بحب الماتشات دي واجي اقول بحسها للجماهير وبدعو الجماهير ان هي يعني تستوعب الدرس مره ثانيه، وباكد عليهم يا جماعه الباسكت بول من غير جماهير يبقى يعني زي ما انت شايف ميت. الماتش سخن جدا في الملعب وبره فيه هدوء فظيع. يعني الجماهير بتاعتها والفنيات الحمد لله احنا شفنا يعني يمكن ده من اعلى المستويات في تقريبا هيغلوا ماتش ممتع، وانا قاعد مستمتع بيه جدا، يعني اتمنى الفوز للفريق الاحسن وبالتوفيق للفريقين. يعني شايفين بقى الاتحاد المصري يعني هذا الموسم عمل دوري مرتبط، واعتقد الدوري المرتبط ده اثر جدا. شايفين ناشئين، شايفين اسماء جديده. كان دايما الباسكت يفضل اللعيب قاعد 10 12 سنه، شايفين لعيبه الفرقه بشكل كبير بتعتمد على 4-5 والباقي ناشئ صعب قوي يدخل. احنا شايفين دلوقتي معظم الفرق في فرق ناشئين كتير، في قاعدة المنافسة كبرت جدا. شايفين الاهلي السنة اللي فاتت كان بره الستة اللي فوق، المرة دي دخل تاني. يعني شايفين في احلال وتجديد في شكل الباسكت في مصر. والله احنا الحمد لله احنا درسنا وضع الباسكت بول كله في مصر. قوى الفرق اللي حصلت اصبح عندنا لا يقل عن 10 فرق ما تعرفش مين يكسب مين. الثمانية اللي وصلوا مع بعض اي ماتش في الثمانية مش عارف مين هيكسب الا في اخر ثانية. حته الدوري المرتبط اللي حضرتك اتكلمت عليه ده طبعا ده دراسة، عملنا دراسة مستفيضة لحد ما عرفنا يعني ازاي نخلي الاندية تهتم بقطاع الناشئين. قطاع الناشئين هو اهم حاجة. ابعت لي رسالة طيب من عندي. اللاعب لو يعني هو لو جيت بمستوى معين سن صغير هو بيقرا الرسالة وقاعد ولو ما لعبش عدد ماتشات معينة الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي بنقول ان احنا وصلنا ل 2 كاس عالم ولاد و2 كاس عالم بنات و2 كاس عالم شباب. ما هو ده نتيجة المرتبط برضه لان نفس الوضع. وازاي كنا نقدر نربط نتيجة المرتبط بالكبار؟ لان الاول كان في دوري مرتبط بس كان ما بيديش ثماره. ليه؟ لان ما كانش المرتبط بيأثر. دلوقتي المرتبط اصبح بيؤثر ان هو يطلع الفرقة في الثمانية او ما يطلعهاش، فالانديه بدات تهتم. يمكن بعض الانديه ما لحقتش نفسها السنه دي، انا متوقع السنه الجايه بالظبط السنه الجايه تشوف مرتبط تاني خالص. احنا عندنا طبعا بطولات، عندنا 7 بطولات افريقيه. البطوله الافريقيه عندنا 16 و18 سنه، دي البطولات اللي عندنا. فعملنا المرتبط 16 اللي هو يبقى الولد فعلا جاهز فيه 16 ويمثل مصر كويس. لما يطلع لل 18 خلاص بقى جاهز، بيخش في الدوري العام 18 سنه و20 سنه. ضمننا المستوى اللي هو كان الفجوه اللي كانت موجوده ما بين المرتبط وما بين الدرجه الاولى. والانديه برضه ما كانتش بتهتم لانه ما كانش بيوصل. خلاص الدوري خلص وخلاص نرجع نركز في الرجال بس. دلوقتي لا، مجموع المرتبط والكبار هو ده اللي بيدخل في الثمانيه. اصبح الناس مهتمه جدا بيه. ده اول سنه طبعا كان يحصل. اعتقد حاجه جايه هيكون احسن كتير لان في فرق كتير استوعبت الدرس. فرقتها الكبيره كويسه قوي بس المرتبط بتاعها كان ضعيف فما وصلتش في الثمانيه. لكن ان شاء الله باذن الله